من الاكواد للبشاميل. يوم من حياه مبرمج بيطبخ في السكن، ومش اي طبخه، لا دي معشوقه الجماهير، المكرونه البشاميل. للي ما يعرفش انا بحب الطبخ جدا، وكنت شغال لمده 4 سنين في مطعم، ده غير اني فتحت مطعم خاص بيا لمده سنه، فعلشان كده عندي خبره في الطبخ. ومش بس خبره، انا بحب اعمل اكل، وبالنسبه لي الطبخ والبرمجه الاثنين شغوف بيهم جدا، فعلشان كده عايز اشارك معاكم تجربه طبخ للبشاميل. اول حاجه رحت اقرب مول جنبي علشان اجيب الطلبات اللي هعمل بيها الاكل، بعدها رجعت على السكن وطلعت الحاجه وفرقتها، علشان انا قبل ما بعمل اي اكله بشوف المقادير بتاعتي وبجهزها من الاول علشان انجز واخلص اسرع. قطعت الخضار اللي هعمل بيه الكبده، وانا بحبها اكتر بكبده الفراخ. بعدها حطيت ميه على النار ومعاها زيت وملح، وبعدها المكرونه سبتها تغلي براحتها. بعد كده قطعت الكبده، وفي حله ثانيه فيها زيت وزبده حطيت فصين توم متقطعين، وبعديه البصل. وبعد ما دبل شويه حطيت الكبده علشان تتشوح مع البصل. وبعد ما الكبده خدت لون نزلت بالطماطم والصلصه. وبعد ما خدت غلوه كويسه حطيت التوابل بتاعتي، ورفعت حله المكرونه ونقلت الحله بتاعت الكبده وهديت النار علشان تستوي. وبعدها بدات في البشاميل، ورقه وقلم واكتبوا ورايا يا ست الكل. زبده، بعدها دقيق، نقلب ننزل بالحليب شويه شويه، ونقلب لحد ما ناخد القوام اللي احنا عايزينه. وبعدها ننزل بالبهارات، ملح، فلفل اسود، مرق الدجاج، اي بهارات تدي طعم كويس. في حله كبيره ننزل بشويه مكرونه ومعاهم بشاميل، ونفضل نقلب فيهم. بعدها نحطه في الصينيه اللي هتدخل الفرن. اول طبقه بعدها حشو الكبده بتاعتنا، بعدها شويه جبنه موتزاريلا، ونحط طبقه ثانيه من المكرونه، ومن فوق بيضه او بيضتين او اي نوع جبنه، وندخل الفرن. وبس، احلى بشاميل من احلى شيف مبرمج. وبدات اكل واتفرج على حاجه علشان افصل شويه. وبس كده، كان معكم الشيف مبرمج محمد مصطفى. اشوفكم في وصفه جديده، ولايك وفولو وتحول لشيف مبرمج.